السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. اشتراكك في القناة وتفعيلك لزر الجرس واشتراكك في عضوية مميزة بيخلينا نقدر نساعدك ونرد على كل الأسئلة والاستفسارات بتاعتكم حول التطبيقات وعالم التطبيقات. عايزين تعرفوا التطبيق ده بيعمل ايه، التطبيق ده فايدته ايه، التطبيق ده بيشتغل ازاي، التطبيق ده حقيقي، التطبيق ده في ميزة معينة بتدوروا عليها مش قادرين توصلوا لها، عارفين ان الميزة دي موجودة في التطبيق. كل ده بنقدر نعرفه لكم من خلال الفيديو، شرح مفصل ومبسط للتطبيق، مميزاته وعيوبه وازاي بيشتغل وازاي بتشارك عليه وازاي بتلغي الاشتراك وكل حاجة عن التطبيق. طبعا ده بيتطلب مننا وقت وجهد، بالاضافه كمان ان احنا بنعرفكم التطبيقات الجديده اللي جوجل بلاي بتنزلها واللي بتسهل على الناس حياتها، بتخلي الناس حياتها بشكل افضل وبشكل اسرع. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه تطبيق ام براوزرز التخفي المتصفح. التطبيق ده مساحته 3 ميجا و6 من 10، محمله اكتر من 5 مليون شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بالتصفح، تطبيق شبيه بجوجل كروم او فايرفوكس او اي تطبيقات تصفح. بتقدر من خلال التطبيق ده ان انت تدخل على اي موقع من على الانترنت بشكل سريع وبشكل مجهول، محدش يقدر يدخل بعديك ويعرف انت كنت داخل على ايه. بيقدر ان هو يخليك تشغل فيديوهات وتحمل فيديوهات وتشغل اي مواقع انت عايزها. بتقدر ان انت تحتفظ باي صورة باي موقع باي لينك. بتقدر تلاقي على التطبيق آه، تحديث مستمر للطقس، لأسعار العملات، لأسعار الذهب، لأسعار الأسهم في البورصة، الحاجات اللي هي الناس بتحتاجها في حياتها اليومية على طول. ده بتقدر تلاقيه موجود على التطبيق. بتقدر ان انت تدخل تلاقي كل المواقع، تقدر تحمل اي حاجة انت عايزها، مسلسلات، افلام، برامج تلفزيونية. تقدر تدخل على الياهو، على الهوت ميل، على اي مواقع، من اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي. تقدر تحمل اي ملف انت عايزه. ده كده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك، بالاضافة ان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية مفهوش لغة عربية. بس كده ده يعتبر ابسط شرح بالنسبة للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك الفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزة او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبة لو اكتشفت ميزة او عيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنويه بالنوع عليه في اخر كل فيديو، علشان لو اي حد شاهد الفيديو حمل التطبيق ولا في حاجة مختلفة يكتبها في التعليقات. واحنا دايما بنثبت التعليقات بتاعت الناس سواء الايجابية او السلبية. الكلام ده بنقوله ليه؟ بنقوله عشان بعض الناس اللي بتخش تشوف الفيديوهات الموجودة على القناة، وبالذات الفيديوهات اللي بقالها فترة طويلة، تقول لك انت ليه مش قايلين كل الحاجات الإيجابية أو ليه مش قايلين كل الحاجات السلبية. ده ببساطة لأن وقت شرح التطبيق ونزول الفيديو مكانتش الحاجات دي موجودة. أما لو انت شاهدت الفيديو بعد نزوله بيوم، بيومين، بأسبوع، بشهر، هتلاقي كل الحاجات اللي أنا قايلها عن التطبيق هي اللي موجودة في التطبيق بالظبط. وشكرا، السلام عليكم.